السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أهلا مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. وصفتنا لنا اليوم إن شاء الله بوراك على شكل صمصة أو صمصة بحشوة بزاف بنينة، نزينوا به طاولة الإفطار في شهر رمضان إن شاء الله بمكونات جد بسيطة، وكما عودتكم دائما بطريقة سهلة وممتعة. على بركة الله نبداو في الوصفه نتاعنا. اذا نبدا نحضر لا بيشاميل. نجيب الكسرونه تاعي ونحطو فيها ملعقه كبيره زبده، راح نزيد 2 ملاعق كبيره تاع الفرينه، ونزيدو الجبن والملح والفلفل الاسود. اذا ناخذ الكسرونه نحطوها على نار هادئه مع التحريك المستمر، ونحمص مليح الزبده مع الفرينه. بهذه الطريقه راح نتخلصوا من ريحه الزبده ولا بيشاميل تاعنا تجي بزاف بنينه. وكما راكم تشوفوا من بعد ما حمصت مليح الفرينه مع الزبده، راح نزيد كاس تاع الحليب. كملاحظه، اذا راح تحضروا كميه كبيره ديروا 2 كيسان الى 2 كيسان ونصف تاع الحليب. بالنسبه لي راح ندير كميه قليله، نحتاج كاس واحد فقط تاع الحليب. راح نخلطو مليح، ومن بعد راح نزيد فص تاع الثوم راح يعطينا واحد البنه هايله للصوص بيشاميل. ونخلط كل المكونات وناخذ الكسرونه نحطوها على نار هادئه مع التحريك المستمر حتى تعقد لا بيشاميل تاعنا. وكملاحظه مهمه جدا، صوص بيشاميل اذا راح تحضروا بها غراتان القوام تاعها لازم يجي خفيف، واذا راح تحضروا بها لي كروكات ولا البوراك القوام تاعها لازم يجي ثقيل. كما راكم تشوفوا تحصلنا على صوص بيشاميل القوام تاعها ثقيل. راح نزيد الحشو. وبالنسبه للحشو كما قلنا في اول فيديو، الحشو تاعنا يجي بزاف بنين هايل، راح تحبوه بالبزاف وتعتمدوه في شهر رمضان ان شاء الله. راح نحطوا الدجاج والزيتون الاخضر والمعدنوس ونخلطوا مليح، ومن بعد الحشو تاعنا نحطوه في الصحن ونغلفوه بكيس بلاستيكي غذائي ونحطوه في الثلاجه ونخليه حتى يبرد. كل ما يبرد راح يتماسك ويجي ما شاء الله. والحشو دائما يبقى اختياري، ممكن ديروا لافيونتاشي، ممكن ديروا طو. كيما نقول لكم دائما واش عندكم في الثلاجه حطوه في الحشو تاعكم. هاوليكم الحشو تاعنا من بعد ما برد. ونحتاجو ايضا لا شابلور الخبز المرحي، ونحتاجو 2 حبيبات تاع البيض، ونحتاج ديول قسمتهم الى نصفين. اذا نبدا نشكل البوراك تاعنا. دائما الجهه الملساء نحطوها من التحت ونطوي بهذه الطريقه هكذا. كما راكم تشوفوا راح نشكلوا مثلثات. بالنسبه للمبتدئات اللي ما يعرفوش يشكلوا المثلثات، تبعوني هنا كيفاش راح نشكلوا مثلثات بطريقه سهله جدا. راح نحط الحشو تاعنا هكذا ونبدا نطوي بهذه الطريقه، نشكلوا مثلث ونطوي هكذا هكذا، وتحصلنا على مثلث. طريقه بزاف سهله وممتعه. نزيدو وحده كيف كيف، نجيبو الديول تاعنا نطويهم بهذه الطريقه، نزيد نحط الحشو تاعنا هكذا ونبدا نطوي هكذا. طريقه بزاف سهله. ونتحصلوا على مثلثات بشكل واحد. راح نزيدو وحده كيف كيف، لانه كاين بزاف مبتدئات يتبعوا فيا باش تجيهم الطريقه سهله. وكما راكم تشوفوا هنايا من بعد ما كملت وشكلت الصمصه تاعنا، نبدا نحطهم في بياض البيض، عفوا في البيض ماشي في بياض البيض، في البيض هكذا. ونزيد نرمد في لاشابلور في الخبز المرحي. بالنسبه للطريقه اللي نحضر بها لاشابلور الخبز المرحي، نجيب الصينيه تاع الفرن نحطو فيها الخبز نتاعنا نقسموه الى نصفين، ومن بعد نحمسو في الفرن في 180 درجه. نخليه حتى يتحمص وياخذ لون ذهبي شباب، ونحيه ونخليه حتى يبرد، ومن بعد نرحيه. نزيدو وحده كيف كيف نحطوه في البيض
دائما نحيو هذاك الزائد تاع البيض باش ما يشمخلناش لا شابلور، ونرمضو بهذه الطريقه. ونكمل بنفس الطريقه الكميه المتبقيه. وبالنسبه للنساء العاملات تقدروا توجدوهم من قبل، تحطوهم في الصحن وتغلفوهم بكيس بلاستيكي غذائي وتحطوهم في الثلاجه، ومن بعد تقليهم في اي وقت. اذا كما راكم تشوفوا من بعد ما شكلت البوراك تاعنا كامل او الصامسه تاعنا، المقله نحطوها على نار متوسطه ونحطو فيها كميه قليله تاع الزيت، نخليه الزيت حتى تسخن مليح ونبدا نقليهم. وكملاحظه ممكن تقلوهم في الزيت او ممكن تحطوهم في صينيه الفرن، تحطوا عليهم شويه تاع الزيت وتحمروهم في الفرن عادي، راح تحصلوا على نفس النتيجه سواء قليتوهم في الزيت ولا حمرتوهم في الفرن. اذا راح نحمرهم من الجهه الاولى ونزيد نخليهم يتحمروا من الجهه الثانيه ونحيهم ونحطهم فوق ورق المصاص اللي يمتص الزيت. نعاود نأكد، النار لازم تكون متوسطه، ما تكونش قويه بزاف وما تكونش ناقصه بزاف باش نتحصلوا على لون ذهبي شباب. اذا هنا واش راح ندير، راح نكمل ونقلي البوراك تاعي كامل بنفس الطريقه ونشوفه في صحن تقديم فيما بعد. وهذا هو الشكل النهائي للبوراك تاعنا او الصامسه اللي حضرناها بحشوه لذيذه جدا بطريقه سهله وممتعه. نتمنى ان شاء الله تحضروه بنفس الطريقه وتزينوا به طاوله الافطار في شهر رمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وبالنسبه للحشو ممكن جدا تغيروا فيه، ديروا واش تحبوا وواش تحب عائلتكم. ننصحكم تجربوه بنفس الطريقه وبنفس الحشوه، راح تحبوه بالبزاف. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده، واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واذكروا الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، في امان الله.